قفزت من أعلى المدرسة خوفا من أبي. اسمي وتينا الهذيلي، طالبة في الصف الأول الثانوي بالسعودية. أعيش مع أبي وزوجته بعد انفصال والدي. كانت زوجة أبي قاسية، وكنت أخاف من أبي كثيرا. في المدرسة أيضا كنت أتعرض للتنمر من بعض المعلمات، وكانت معاملتهن لي قاسية. في أحد الأيام كنت أحمل هاتفي معي في المدرسة، عندما رأتني وكيلة المدرسة أحاول إخفاء الهاتف، أخذته مني وأجبرتني على فتحه. بدأت في تفتيش أغراضي وكانت تصرخ وتوبخني أمام الجميع. عندما هددتني بأنها ستخبر والدي، أصابتني حالة من الذعر. توسلت إليها ألا تفعل، ولكن دون جدوى. عندما اتصلت بأبي ووصل إلى المدرسة، بدأ يهددني ويصرخ علي، فقلت له: نسيت كتابي. وصعدت إلى الطابق الثالث وألقيت بنفسي من النافذة، سقطت على رأسي وفقدت حياتي. فضلت الموت على مواجهة أبي. الأب يجب أن يكون الدعم والأمان لابنته، لا مصدرا للخوف والذعر. أتمنى أن يغفر لي الله على ما فعلته.